حياة الأمين عبد العزيز، السلام عليكم. طيب في أحد قتيل عندك؟ وش بسلاح ناري ولا؟ مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه حلقة جديدة من ملفات التحقيق. الأمر كما سمعتم الآن في البلاغ الوارد لغرفة العمليات بدوريات الأمن. عامل في أحد محلات الأجهزة الهاتفية يقتل بسلاح ناري، وشاب مصاب لا يزال موجودا في مسرح الجريمة. والسؤال أمام هذا المشهد المؤلم: من القاتل؟ وما علاقة الشاب الذي لا يزال صريعا في مسرح الجريمة بجريمة القتل؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم. بدأت أحداث هذه القضية ببلاغ تلقته غرفة عمليات دوريات الأمن عن وقوع حادثة إطلاق نار تعرض لها عامل في إحدى محلات بيع أجهزة الهاتف. على الفور تم مباشرة البلاغ بواسطة أقرب الفرق العاملة في الميدان، وهرعت إلى الموقع جهة التحقيق وفرق الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي أكد وفاة المجني عليه جراء تعرضه لحادثة إطلاق نار. من المعاينة اتضح حدوث عراك بين المجني عليه والجناه، كما وجد في الموقع شخص مجهول الهوية في حالة إغماء. تم إسعاف المصاب على الفور الذي اتضح أنه يعاني من إصابة في رأسه جراء سقوطه داخل الموقع الحادثة. باشرت جهة التحقيق وخبراء الأدلة الجنائية معاينة مسرح الجريمة وفحص الآثار الموجودة بالموقع، ورفع كل ما من شأنه أن يفيد جهة التحقيق. حال استقرار حالة المصاب تم مباشرة إجراءات التحقيق معه من سماع أقواله وأخذ ما لديه. أنا قلت أجيب شاي علشان تصحصح شوي قبل لا نبدأ نسولف وندردش مع بعض. اشرب. أبيك تقول لي وش اللي صار من أول ما دخلت المحل، وتكفى بالتفصيل، مثل ما قلت لك الذكاء والتركيز لك عليه شوي. تفضل اسمعي. طلعت من البيت كنت طفشان وضايق خلقي، وقمت أدور في الشوارع، ولا لي خلق بيني وبينك أقابل العيال. وطلعت وأنا ماشي حصلت محل جوالات، قلت يا ولد خلني أمر وسعر جوالي، يمكن أبدل جهازي أو أشتري جهاز جديد. دخلت المحل واتفرج في الجوالات وفي الأجهزة، إلا في هذاك الشخص دخل وشكله معصب. الظاهر اشترى جوال مستخدم وطلع خربان. جاء عند العامل اللي في المحل وصرخ عليه. بيني وبينك في البداية أنا ما كنت معطيهم بال وكنت معطيهم ظهري، إلين على الصوت. هذاك يقول له الجوال اللي بعتني إياه طلع خربان، وهذاك يقول الجوال سليم وما في شيء وأنت اللي خربته. كلمة من هنا وكلمة من هنا، حسيت إن الرجال ناوي شر. رحت أفك بينهم وقلت أعوذ من الشيطان. قال أنت مالك دخل وهذا حرامي، نصب علي. العامل رد عليه وقال أنت الحرامي. هو قالها من هنا، الرجال انهبل وطلع الفرد، وجيت بمسكه قال أنت مالك دخل، وضربني وما حسيت بنفسي إلا أنا طايح على نهاية الجدار تبع المحل.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الجوال اللي اخذته منك خربان. لا ما هو خربان. خربان؟ لا ما هو خربان. اتكلم، بترجعه غصب. ماني مرجعه وراح برا. وش اللي يطلع برا؟ بالله عليك الله اذكره. وهذا كل اللي أعرفه، وهذا كل اللي صار. اطلب لك شاي؟ يعني خلصنا، المفروض أمشي الحين. ما تبي شاي؟ انا بشرب شاي. تدري، خلني اروح اجيب براد شاي وارجع لك. انت ريح، خذ راحتك وفكر بالكلام اللي قلته. فكر، تذكر، يمكن في شيء نسيته. ارتاح. تدري يا فواز، أبى أسهل عليك. خلي الورقة عندك، حاول تكتب فيها أي شيء تتذكره أو أي شيء فاتك، والقلم بعد هذا خله عندك، لأن الورقة والقلم يخلي الواحد يركز أكثر. أنا مثلا إذا بقيت أركز لازم أكتب أو أشخط على الورقة. خلنا أجيب شاي وبجيب لك بيالة معي وبرجع لك. ركز. لا تزال هناك أسرار دفينة تكمن وراء أعين هذا الشاب، فظاهر الأمر أنه لم يصل إلى هذا الحال إلا بعد سلسلة من الأحداث غيرت بوصلة حياته. بدأ فواز يستعرض شريط الذكريات. يا أخي أنت وش فيك؟ ما أقول لك كذا يا أخي. لا يا شيخ، أنا اللي وش فيني؟ يا حبيبي الله يرحم والديك، أنا أقول لك نروح البقالة الصغيرة طقطق عليها شوي ونمشي. أبي أعرف. وبعدين يا أخوي إن قدرنا ناخذ منه بطاقة أخذنا، واحدة لي وواحدة لك وصلى الله وبارك. وافرض أحد شافنا. يا ربي وش الطفش اللي أنت عايش فيه يا حبيبي صلى على النبي. ناخذنا نروح للبقالة الصادة لها بحارة صغيرة جارية سريعة، أخذنا من حاجتنا وضربنا الباب. طيب أقول لك من الحين ماني بطاق أحد، وإن كفخك البنغالي تراني بحط رجلي وبمشي. كفو يا الذيب، كفو يا الخجمة، كفو. الشرها والله مو بعليك، والله الشرها علي أنا اللي خاويك. اسمعي ديما، شوف لما كان صادمة حولك أحد، بقالة صغيرة مثل هذه طول عمر السلامة، ادخلها 10 دقائق ونطالع. طيب وش تبيني أسوي لك؟ يا اخوي ادخل، اول ما تدخل عند راعي البقاله اساله قل له عندك بطاقه ام 50، بيفتح الدرج ما ادخل انا، بروح لاخر البقاله بناديه، اول ما بناديه خذ البطايق وخذها واطلع على طول. البطايق انت تقول بطاقه واحده؟ يا اخي بقاله مثل هذه بمكان مثل هذا بيكون عنده 70 بطاقه، عنده 2 3 4 خذها وامشي يا اخي. بس بشرط ما نطق احد. يا اخوي نطق ليش يا اخوي؟ ما احنا طقين احد يا مسلم، بخلي اصلا بخلي المفتاح معك بعد والسياره مفتوحه، اطلع هج شغل الموتر وانحاش وارجع لي. طيب طيب وقف تاخذ البطايق ولا حركه، البطايق بسرعه. بالله كيف الاكشن؟ وش اللي صار؟ ليه كذا؟ وش اللي صار يا اخوي؟ ما ادري، ما عدرت الرجال بيكفشنا كذا يا اخي. المشكله انك بطلع عليه سكين. يا اخي هو اللي بدا يا اخي، انت شفت كيف الرجال طب علي يا اخي. طب عليك.
اسمع عاد يا اخي، يبينا الحين تدري وش يبينا؟ روق يا اخي، يبينا عشوه محترمه كذا نروق فيها ونظبط المزاج. ايش فيك تناظرني كذا يا اخي؟ طيب اسمع، تدري هذه كم فيها؟ فيها 500 ريال بالنص بيني وبينك. وكيف؟ اعرف لي واحد يشتريها ويعطينا المقسوم. اللي بيني وبينك ابد، والله بيني وبينك. وثريك مضبطها يا ابن المحترمة ومضبط الأمور وقاعد تسحب فيني. حبيب قلبي، أحلى عشوة لأحلى فوزي. فور استقرار حالة المصاب تم مباشرة إجراءات التحقيق معه من سماع أقواله وأخذ ما لديه. حاول المصاب أن يختلق قصصا وأسبابا كلها لم تقنع المحقق الذي كان ذا فطنة ولم تنطلي عليه تلك الأقوال، وكان من الواضح له أن المصاب يخفي في نفسه الكثير من الحقائق. من هنا بدأ دور المحقق في تمحيص أقوال المصاب وملاحظة أوجه التناقض في أقواله. فواز، تبي تطلع من هنا؟ أكيد تبي تطلع، لكن ودي أشرح لك شيء. تعرف وش هذه؟ هذه أحجار ضمنة. واحد من الشباب عجز يحفظ اسمها فسماها كيرم. ها، ايش رايك؟ تدري اكثر شيء تعلمته طوال فترة عملي في التحقيقات الجنائية؟ اكثر شيء يشبه الجريمة المنظمة احجار الضمنة. مرت علينا بعض القضايا الجنائية اللي حيرتنا أيام وشهور، ما كنا نقدر نفك أسرارها بسهولة. جدار، كل سر عبارة عن جدار بدون أبواب ولا شبابيك. بس في داخلي، في كل جريمة كنت تعرف إنها مثل أحجار الضمنة، في حجر واحد بس إذا عرفت وين مكانه تدري ايش يصير. ابيك تجرب. شفت الحجر اللي قدامك، الحجر الاول؟ ايوه، نزل راسك شوي، بعد شوي نزل. ابيك تدفع الحجر الاول دفعه خفيفه، وركز في الحجر الاول. أهلا وسهلا. بالضبط هذا اللي يصير. أول حجر يطيح كل الأحجار تتبعه. بالضبط هذا اللي يصير في كل جريمة. أول ما يطيح واحد الكل يطيح بعده. أنا ما لي دخل ولا لي علاقة ولا أعرف اللي دخلوا. أصلاً كنت هناك بالغلط وهم اللي حاولوا يسرقون. أنا ما لي دخل بشيء ولا أحد يقدر يلقى علي أي شيء. أصلاً أنا المفروض إني طلعت من المحل بس. ليه منفعل وليه معصب حتى شوي؟ لأنك مسكتني وتقول إني مشارك في الجريمة. طيب خلني أذكرك بشيء. أنت تقول إنك دخلت المحل واثنين يتهاوشون، والحين تقول إن في ناس دخلوا المحل وحاولوا يسرقونه. وش التناقض؟ أصلاً لو قلت لك من أول ما راح تصدقني. يا فواز أنا محقق جنائي،
ما أكذبك ولا أصدقك، أنا أربط بين الأحداث وأكتشف الحقائق. بعد دراسة القضية وتحديد الأسلوب الإجرامي للجناة، قامت جهة التحقيق باستعراض البلاغات المقيدة ضد مجهول والتي تتشابه مع الأسلوب الإجرامي بهدف ربطه مع الواقعة لتبيان مدى صلتها بواقعة الاعتداء على محلات الجوالات. تعرف وش هذا؟ هذا ظرف رصاصة، يعني القطع اللي كانت فيه رصاص. الظرف هذا هو اللي يبقى بعد ما تنفجر الرصاصة. الظرف هذا له قصة. تدري وين لقيناه؟ لقيناه قبل 10 أيام في صيدلية في حادثة سطو مسلح وإطلاق نار. بالفعل تمكن المحقق من حصر الاشتباه مع جريمة أخرى وقعت حديثا في حي مجاور، حيث تعرضت إحدى الصيدليات لحادثة سرقة استخدم فيها السلاح الناري. ذيبان، إن شاء الله الأمور تمام. اسمعوا يا شباب، أهم شيء إذا صار في لخبطة أو انكفشنا كل واحد يدبر حاله، وإذا في أحد خايف. يا أبوي ما في أحد خايف والأمور إن شاء الله تمام ومو بصاير شيء، وترى مي بأول مرة وروق أمنا. يا حبيبي شغلة هياط المبزرة بقالات وبطاقات سوا انساه. الشغل الحين على ثقيل، بتدخل الصيدلية وبتشيل الصندوق، سامعين؟ ازهلها ازهلها. إلا الرجال اللي أخذت منه المسدس عرف اسمي ولا اسم أحد من المجموعة؟ أفا والله وربك ما جاب خبر ابن أمه مننا. تمام، لا خلصنا إن شاء الله برجع لك مسدس. دندن يا ريس، سلاح لذيابة. أول ما تفكون الصندوق على طول على السيارة. دندن يا ريس. ولا حركة، تتحرك أفجر راسك. شباب سوي أنت، هات الجوال. يا ابن الكلب. قام المحقق بدراسة بلاغ سرقة الصيدلية مفصلا، كما قام بالانتقال لموقع البلاغ وإعادة سماع أقوال الشهود والرجوع إلى المضبوطات التي وجدت في مسرح الجريمة، التي كان من أهمها وجود ظرف فارغ لطلقة من سلاح ناري. وبإعادة فحصه اتضح أنه مطابق للظرف الناري الذي عثر عليه في مسرح جريمة محل الجوالات. هنا قامت جهة التحقيق ببذل مزيد من الجهود والضغط على الشخص المصاب في سبيل الوصول إلى ما يخفيه. في مختبرات الأدلة الجنائية، أثبت تقرير مختبر الأسلحة أن الآثار الموجودة على الظرف الفارغ الذي عثر عليه في مسرح الجريمة مطابقة لآثار الظرف الذي عثر عليه في مسرح جريمة محل الجوالات، وأنهما يعودان لسلاح واحد. كما وجدت في الصيدلية آثار دم، ثبت بالتحليل أن بصمتها الوراثية لا تتطابق مع المجني عليه في الصيدلية، مما يرجح أنه تعود لأحد الأشقياء الذين قاموا بالاعتداء على الصيدلي. وبفضل من الله أثبت التقرير الفني تطابق العينة الموجودة في حادث الصيدلية مع عينة المصاب في محل الجوالات، مما يؤكد صلته بواقعة مقتل البائع. كما أثبت مختبر الDNA أن آثار الدم التي وجدت في حادثة الصيدلية لا تطابق دم الصيدلي المجني عليه، وإنما تطابق البصمة الوراثية للمتهم في هذه القضية.
التحاليل الشرعية وتقارير فحص الأسلحة تثبت عندنا إن في سلاح واحد استخدم في جريمتين مختلفتين، وعندنا شخص واحد موجود في الجريمتين. الشخص هذا هو أنت يا فواز. جيب لي المتهم فيصل. ما قلت لك يا فواز أحجار ضمنة، إذا طاح واحد طاحت البقية. خلاص رجع. هذا خويك فيصل. بعد ما وصلت عندنا لاحظنا أن اتصل عليك أكثر من 30 مرة. واضح أنه مرتبك ومستعجل. قدرنا نحدد مكانه وبسهولة جبناه. يا فواز أنا سمعت منك وعرفت الحقائق وربطت لك كل الأمور وبينت لك إن احنا نعرف كل شيء، بس ما أعطيتك رأيي الشخصي، رأي المبني على سنوات من الخبرة والممارسة. قبل كل شيء خلنا نسألك، كم لك معهم؟ شهر. توقعت. واضح انك جديد وواضح انك متورط معهم. يا فواز انا اعرف المجرم من النظرة الاولى. ما راح العب عليك واقول ان وضعك كويس، لا بالعكس، الا وضعك سيء جدا. الحين احنا عندنا جريمة كاملة ولا في احد غيرك، لكن ممكن تخفف عن نفسك كثير. انت داخل شبكة اجرامية تحولت من طيش شباب الى جريمة منظمة تستخدم السلاح، والموضوع وصل للقتل. فواز إذا تبيني أتعاون معك تعاون معي. قل لي بالضبط وش اللي صار في محل الجوالات. خير، وش عندك؟ انزل يلا. وين؟ غير جوالي يا اخوي جوالك جديد دوبك مغير. يا اخوي كل شوي محلات تنزل جوال جديد، حاجه جديده. انزل يا اخوي، بعدين ترى ما عندك شيء يا اخي. ايش عندك؟ يعني جدول اعمالك الحين 24 ساعه فل. انزل يا اخوي انزل، اخلص علي يلا. امري لله. يلا. السلام عليكم. وش ذا؟ جريه سريعه ناخذ المقسم ونمشي. يا ولد لا توحك. طلع اللي عندك يا الحبيب. طلع ولا حركه، طلع اللي عندك. طلع هات الفلوس كلها اللي عندك بسرعه. انا ادق على الشرطه الحين. انا ادق على الشرطه الحين. انا ادق على الشرطه الحين. تعود من الشيطان. انا ادق على الشرطه الحين. خلاص انا ادق على الشرطه الحين. ادق على الشرطه الحين. تعود من الشيطان. ليس بسر أن أوضح أن جملة الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الأشقياء بلغت 5 جرائم ما كانت تنكشف أو يماط اللثام عنها لولا يقظة المحقق وفطنته وحسن إدارته لعمله. طيب يا فواز، فيصل لأكثر من 2 ساعات ينتظرني. الحمد لله أنه اعترف بكل شيء. خلنا ناخذ براد الشاي واخذ لي بياله وارجع. خلي الورقة والقلم عندك.
لا يفوتني في هذا الشأن أن أؤكد على أهمية دور الأسرة، الأب، الأم، الإخوة، في متابعة سلوك أبنائهم، في متابعة سلوك أفراد عائلته. من الضروري بمكان لا يخفى علينا جميعا من واقع إحصاءات تؤكد هذا الشيء، أنه جل إذا ما كان كل جرائم الاعتداء بواسطة سلاح ناري أو أبيض تتم في أوقات متأخرة من الليل. هنا يسأل الأب، يسأل الأم عن غياب المراقبة عن ابنهم، فإن كان يتواجد أو كيف سمح له بالخروج من المنزل في ساعة متأخرة من الليل. فضلا عن المتحصلات الجريمة، هذه في الغالب تكون أموال تنعكس على الابن في صورة أجهزة حديثة، في صورة مبالغ نقدية يعني زائدة عن المبالغ التي يعني قام الوالد أو ولي الأمر بتزويدها ابنه. يجب دائما ملاحظة ما في يد أبنائهم من مبالغ من أجهزة حتى تتمكن من رصد أي تجاوز من هذا الابن، فضلا عن تتبع تحركاته. أيضا الأمر يتعلق بمتابعة أصدقائه والتأكيد عليه بالبعد عن أصدقاء السوء. لا يكتفي الأمر، أنا بالنسبة لي من واقع تجربة، من مواقع معايشة، لا يكتفي، يعني يجب أنه إحنا ما تكون ثقتنا زائدة في أبنائنا نكتفي بتوجيه الأسئلة لهم وننتظر الإجابة الصادقة. يجب من الأب، من الأم، من الإخوة الكبار بذل مزيد من الجهد في تتبع هذه الحقائق أو تتبع هذه المعلومات والتثبت منها والتأكد وملاحظة سلوك أبنائهم وتقييم علاقتهم بالآخرين، حتى نتمكن إن شاء الله من بناء مجتمع آمن مسالم. وأخيرا كانت النهاية المحزنة لهذا الشاب. طريق الإجرام موحش، وإن لم يكن طويلا فشهر واحد فقط كان كفيلا بتدمير حياة هذا الشاب ودخوله السجن لقاء أعماله الدنيئة. وإذا كانت مغامرة هذين الشابين قد انتهت بالقبض عليهما ووقوعهما في قبضة رجال الأمن، فإنهما الآن ينقلان إلى السجن لتنطق العدالة بالحكم العادل. يا شباب، كم من مغامرة تبدو في الوهلة الأولى شيقة جريئة، لكنها سرعان ما تتحول إلى جريمة دنيئة. يجب على الشاب أن ينظر في المسالك ويدقق في من يشارك، وإن أسوأ الشركاء من تشاركوا في السحت والحرام وتلطخوا بالفساد والإجرام. في الختام تقبلوا مني أرق تحية، ولنا في الحلقة القادمة قضية. أنا أخذت أخباره من رائد وقال لي إنه مدمن مخدرات وتوه تائب. ما نبي واحد عنده أفكار للي يتخابر. الجهاد عبادة عظيمة وهو ذروة سنام الدين، لكنه وسيلة وليس بغاية.